انزلي انزلي يا ندى. انت هتنبهري بالمكان هنا، هتحبيه جدا. هندخل دلوقتي الشنطة. وهعرفك على ابويا وامي، وهفرجك على المكان عشان ان شاء الله ده بقى اللي هنقعد فيه. وعايزك تقولي لي بقى ايه رايك. يلا ماشي. تعالي تعالي بصي بقى. اظن الاجواء هنا بصي جميله ومفيش اهدى واحسن من كده. تعالي تعالي. كتير حلوة قوي يا احمد. طبعا، وهتاخدي حبيت. راحتك، هتاخدي راحتك جدا، لان زي ما انت شايفه المكان ملفوف بسور ومقفول علينا، ولا حد شايفنا ولا حد شايف مين اللي جوه اصلا. حلوة قوي، كيوت بجد، حبيت الجو ده قوي. طيب فين باباك ومامتك؟ تعالي، هم تلاقيهم في الارض هنا. تعالي نشوفهم. اسيب تعالي. الشنطة هنا عادي؟ ماشي عادي عادي. تعالي. القهوة هي يا اخوي. سنة اوعى ما تكونش قهوة زيادة. لا حلوة زي ما انت بتحبها على طول. بذمتك ودينك دي طعم قهوة؟ ليه؟ دوقي كده. مالها أنا بس؟ قايلك زيادة. انت فهمي بقى. انت ايه؟ انت زهقتيني في عيشتي وكفرتيني وانا ب 60 دقيقة مش عايز حاجة مني. اسمعي يا ست انت، قسما بالله لو ما عدلتي نفسك وظبطتي لارميك رمية الكلاب في الشارع. سامعاني؟ وفي غيرك تيجي الصبح 4 يجوا، ما انا ابقى طلقتك. يلا امشي من قدامي. هو انا عملت لك ايه بس يا اخوي؟ لا انت عاوز تعملي حاجه، ده انت شويه قهوه مش عارفه تعمليها. روق بس وصلي على النبي. روق؟ هنروق ازاي وانت عايشه في خليتك كده زي يا نهار اسود منيل على الخلقه دي. بقول لك ايه، اجري من قدامي دلوقتي. ايه ده يا احمد؟ في ايه؟ ده في حد بيزعق هناك. تعالي يا ندى بس وما تشغليش بالك. يلا. لا ايه ده؟ دي قلة ذوق. الراجل الحقير دوت ازاي بيزعق في الست كده؟ لا ده قليل الذوق بجد يا احمد، انت لازم تهزقه. في حد يعمل كده في بيوت الناس؟ مش معقول يعني. ندى كفايه بس، واهدي واسمعيني. على فكره اللي هناك دول يبقى ابويا وامي. باباك ومامتك بيتعاملوا بالاسلوب القذر ده؟ لا 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 احمد، انا عايزه امشي. اهدي بس، تمشي تروحي فين؟ لا ما تخافيش، ده هو بس اصل انت عارفه الناس الكبيره بتبقى عصبيه شويه. وبعدين يا احمد ده شغال في الارض بنفسه، هو انتوا ما عندكمش ناس شغاله هنا؟ لا يا حبيبتي بصي، اصل ابويا من طبعه ما بيحبش يجيب حد يشتغل، انا بيحب يعمل حاجه بنفسه، يسلي نفسه وهو قاعد في المكان يعني. احمد انا مستحيل اقعد في البيت دوت، مستحيل اقعد والراجل دوت بيتكلم بالاسلوب ده. بقول لك ابويا يا ندى اهدي بس كده وصدقيني، هم طيبين جدا ولما تتعاملي معاهم هتحبيهم، بس ادي لنفسك فرصه. حاضر يا احمد. تعالي تعالي. انا وديت الصينية يا اخويا وجيت عشان اقول انت لك. داخله هجمه عليا زي الطور الصغير ليه كده؟ في ايه؟ انا قلت بس اشوف هتاكل ايه، اعمل لك لقمة تاكل. دومي تنط لي كده زي عفريت العلبه، مش طافح. ليه بس يا اخويا؟ حقك علي، انا اسف. بقول لك ايه، انا مش طايق ابص في وشك ولا اكل من ايدك ولا عايز حاجه من خلقتك. غوري بعيد حل عني. انت عايزه مني ايه؟ انت عايزه مني ايه؟ هعوز منك ايه يا ابو لولا ان احمد؟ ابنك بقى كبير كده وراجل انا كان زماني طلقتك. انا مستحملك بالعافيه، طوعيني. يا ابو احمد ده انا عشرة عمرك. يا ابو احمد يا ابو عفريت. طيب يا ست العمر خلص، ها اجيب لك عمر تاني على عمري؟ انت داري وانت ايه أهلي. يعني ايه يا فندم؟ انت داري اللي داري؟ ساكنه فيه، اه وانت اهلي، وانت كل ناسي. اديني اسطوانه قولي. انت عارف ان انا يتيم، هروح فين بس يا حاج؟ يعني يتيمه تقع في قرابيس امي انا؟ يا اخويا ما انا كبرت بقى والعمر جري بيا، هروح فين بس؟ طب اقول لك على حاجه، نعم. لو عوزت حاجه اطلبها منك. حاضر. حاج يا احمد ابن حبيبي، لا على مهلكم. الحمد لله على السلامه يا ابني. عاملين ايه؟ الحمد لله على السلامه يا عم. اخبارك طب يا حاج؟ كلمنا اجيلك. طيب عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا تمام، انت اخبارك؟ حبيبي الحمد لله على السلامه يا قلب تعالى يا امك. حاج هنا، تعالى. مين دي؟ مراتي ندى. يا صلاه النبي يا صلاه النبي، ايه الحلاوه دي؟ مش لا تاكليها. ما تخافيش يا حبيبتي. بس اهدى بس يا حاج. الوليه امك دي جنن. زرطت كده على معلش يا حاجه. حاج بس دي حته دلع بسكويته عليك. قدامك دي. هو انت إيه يا ده؟ عمو ازاي بتتكلم معاها كده؟ حاج اهدى بقى. بقى انا بدافع عنك. ايه دي؟ هو حضرتك يا عمو ازاي بتعامل مراتك كده؟ اديك قلتي مراتك
يبقى ما تتدخليش بحاجه خالص. بس على فكره هي ممكن ترفع عليك قضيه. يا ندى قضيه ايه؟ قضيه زعيق؟ لا يا بنتي الحاجات دي مش هنا. اهدي بس يا قلب امك. يا صلاة النبي. شويه، ما ينفعش اللي انتوا بتعمليه ده ولا تتكلمي معاهم كده. ازاي يا يتكلم أخويا معاها إيه ده؟ بالطريقه دي؟ يا ستي هم دماغهم كده. هي البنت دي اجنبيه ولا ايه؟ يا حاج اهدى بس يا حاج وانت هتتعرفي عليهم يا ندى وهتعرفيهم اكتر، هتحبيهم، دول طيبين جدا. ما ينفعش الراجل ده يكلم الست كده. لا لا لا، ده هو طبعه عصبي بس عشان خاطر ده جوزي وسيدي وتاج راسي كمان. هو حضرتك فرحانه قوي كده ليه؟ ده بيشتمك ويبهدلك. انت مالي؟ هو بس متضايق شويه. متضايق ايه؟ مهما كان متضايق، حضرتك كرامتك بالدنيا، ما ينفعش ان هو يكلمك بالطريقه دي. صلاة النبي يا صلاة النبي. العلم حلو برضه. هي جايه تعدل علينا؟ لا يا حاج، جايه تغير لنا الكون؟ اصل هي بقى اوعي تعملي لي حربقه في البيت. يا حاج انا ما اسمعني. بستحملش نفسي. يا حاج اسمعني. عمو على فكره انت لو كلمتها بالطريقه دي وانا واقفه بعد كده مش هيحصل كويس طب ثواني- لحضرتك. ثواني يا عمو. ندى. عمو يا حاج حاج، اسمع يا بس. حاج صلى على أصل النبي. هي كان عايشه في وضع غير الوضع وبيئه غير البيئه ومش واخده على الكلام والجو ده. دي ماما كان غريب. لازم برضه فتره كده على ما ايه تتاقلم وتتعود على جونا، فعشان ما تخافش منك. يا حبيب قلبي لو قعدت معانا بالطريقه دي وكل شويه تنط لي زي عفريت العلبه. عفريت علبه ايه يا عمو؟ ما تحترم نفسك شويه. ايه يا جماعه في ايه؟ يا نهار اسود. يا حاج انا احترم نفسي؟ تعالى انا نروح. سايب لك البيت وماشي. لا. كانت مصيبه فيك وفيها وفي امك. يا حاج ايه يا ندى، ما كانش ينفع اللي انت عملتيه ده. ايه الاسلوب الخرا ده؟ هو مش عارف ان هو انت ما ينفعش يكلمك كده ولا ينفع يكلمني كده؟ على فكره احنا ممكن نشتكيه وتفضل وانت تاخد المكان ده كله وتديره، وباباك دوت ما يبقاش ليه لازمه هنا. اشتكي مين؟ ده ابويا. انت ايه اللي بتقوليه ده؟ تعالي بس كده ما يحقلهوش ان هو يكلمك كده يا احمد. طيب ماشي، تعالي وده كله محلول. تعالي بس نلحقهم ونتكلم في البيت براحتنا. يلا. عصبني. معلش تعالي يلا. ايه ده يا اخوي؟ كده عامله لي مشاكل، يعني كانت حبكت تنرفزيني وابنك جاي. يا اخويا هو انا مش عرفني ان هو جاي؟ ده فرحة عمري، ده انا مستنياه من سنين. والاخر جاي لي وجايب لي بنت ما اعرفش عامله ازاي زي عروسه المولد وجايه بتعدل عليا. دي حلوة قوي يا حاج، دي حلوة قوي صدقني. حلوه لاصحابها. يا حاج عارف دي هتبقى نورت الدار ونتباهى بيها بقى في وسط البلد ونقول ايه ابني متجوز اجنبيه كده وافراجيه وحاجه حلوه كده. افرجيت ايه؟ انت اتهبلت يا وليه. دي لسانها قد كده، هي قد كده ولسانها قد كده. يا دي اخويا بترد عليا الكلمه ده احمد نفسه وانتي والبلد واللي فيها ما حدش يقدر يعلي صوته عليا. بتقول لي احترم نفسك. ده بتاع ربنا هو اللي جاب لنا كده. طيب ماشي. هو اللي جاب يدافع عننا سبحان هي الله. اسمها ايه؟ وانا مش عرفني يا اخويا وانا دراني، عايزه اقول لك بس فينا حتى نقابلهم كويس ولا اخلص عليكي. انت هتتحول ولا ايه؟ صلى على النبي. انا دلوقتي عايزاك بس تهدي اعصابك قدام الغريبه دي، ما تعرفش طباعنا. بتوع بلاد بره دول ما بيعرفوش يزعقوا ولا يعملوا المشاكل دي كلها. دي البنت بتقول لي ارفع عليه قضيه عشان مزعلها. يا نهار ابو كتير، ايه ده؟ ما هو بره قضيه؟ هو بره كده يا اخوي، بره كده ما بيرضوش ان حد يزعق لحد. هم كده بقى بلادهم بقى ناس دماغها كده. اسروا. انت عايزه ايه دلوقتي؟ انا عايزه بس ايه تعاملني كويس قدامها مش بحدد لك يا اخويا، انا بقول لك قدامها بس عشان هي ما تفضحناش في البلد ولا تطلع بره علينا وتقول ابو جوزي بيضرب ام جوزي. لا، ما انا مش عايزها تطلع رايحه داخله خارجه طالعه بالبنطلون الضيق ده، فضحتنا تبقى بجلاجل. لو ده انا إحنا هلبسها تبقى جلابيه جوز. ست دي ولا ايه؟ لا، حاجه واسعه هتفضحنا كده وتجرسنا. جوزها حر فيها، احنا ملناش فيه. ربنا يستر. روق بقى وصلي على النبي لحسن هم شكلهم طالعين السلالم اهو. طيب ندى، انا عايزك تهدي قدامهم وما تكلمهمش بالاسلوب ده عشان خاطر بس ما ينفعش. احنا المفروض بنهدي الدنيا مش بنسخنها اكتر. يا احمد انت شفت باباك بيعامل مامتك ازاي؟ بطريقه بجد لوكال قوي وشكله وحش قوي، وانا مش هقبل كده. هي اتعودت على كده وهو بقى ده اسلوبه وده طبعه، هنعمل ايه يعني؟ ايه اللي اتعودت على كده؟ هو انت في يوم ممكن تيجي تعاملني كده؟ لا لا طبعا، احنا دماغنا غير دماغهم طبعا والتفكير غير التفكير خالص. هو بس عشان انت عارفه بقى البلد وجوها والارياف ودماغ الناس الكبيره، فخلاص بقى. احمد انا اتقفلت قوي بجد، انا عايزه امشي.
عايزه اسافر وارجع مكاني. ليه؟ مش هو ده المكان اللي انت كنت منبهرة بيه وهتقعدي ونكمل حياتنا فيه؟ كنت متخيله ان انا هقعد في هدوء وحاجه كده يعني واو. ما فكرتش اني في مره هسمع باباك بيشتم مامتك ولا بيزعق لها بالشكل ده. لا طبعا، انا حابه ان انا ارجع امريكا تاني. طب بصي، تعالي هندخل دلوقتي وهنقعد كام يوم وهنشوف هنعرف نتأقلم على الوضع ولا لا. لو ما عجبناش الوضع او ما ارتحتيش عادي، انا ممكن احجز ونرجع تاني. باباك بجد شكله راجل سوري يعني في الكلمه متخلف. لا يا ندى، مش هسمح لك تغلطي فيه، يا ريت تهدي شويه. هو صعب واسلوبه صعب، لكن مش هسمح ان انت تغلطي فيه. يا ريت بقى نهدى. طب يا احمد انا عايزه بجد امشي، انا مش حابه ان انا اقعد هنا. قلت لك اهدي، هنقعد يومين 3 كده وهنشوف الوضع والدنيا. تعالي معايا، تعالي ماشي. ندخل بقى. ماشي يا احمد. تعالي يا ندوشة. غالي. ايه يا حاج، يعني انت قعدت يعني مش كنت بتقول هتسيب البيت وتمشي ولا ايه؟ وانا قعدت بقى عشان خاطركم. ايوه ماشي. ممكن بقى يا جماعه نهدى. ندى على فكره اول ما جت المكان هنا حبيته وحابه تكمل فيه، فاحنا عايزين كده نعيش مبسوطين ونعيش عيشه كويسه ويعني وكده. هنعيش مبسوطين لو عمو بطل عصبيه شويه وزعيق وقله ادب. ايه قصدها يا أحمد. اخويا؟ قصدها بس ايه؟ ان الادب فضلوه عن العلم. يا حاج صح؟ ما تقصدش. يعني اللي انتوا شايفينه هي معرفش. بس ما تقصدش عشان ان انت مش عايزك تبقى متعصب عشان صحتك. ايوه اصل العصبيه غلط على الصحه برضو للي في سنك ده يا حاج. إيه وبعدين يا طيب بس بنتي؟ انا عارف في حاجه، انا افهم اموت واعرف الكلمه اللي لقيتها داخله جود مورنينج عمو. ايه ايه الشتيمه دي ولا ايه؟ اصل انا من ساعه ما شافتني وهي راكبه العفريت. لا يا قول لي حاج. دي ايه؟ لا يا حاج ما شتمتيش؟ تقلقش. المهم بس شتمتيه يا اقعد بنتي؟ بس كده. اقعدوا يا جماعه، انتوا مالكم واقفين كده؟ أيوة. اقعدوا تعالي. اقعدوا. انا كنت عايزه اقول لك بس ايه، ان احنا هنا في البلد هو كبير المكان وكبير البلد وكبير الدوار ده لا كله. تنزل رجليك. ثانيه واحده بس، هو ايه ده يا عمو ده؟ ايه؟ هو حضرتك بتتريق عليا مثلا ولا ايه؟ ما هو اصل انت قاعده قدام حماكي وحماتك، يعني المفروض تقعدي بادب شويه. ندى طب وانا قاعده بقله ادب يا عمو؟ يعني انا كده قاعد بقلة ادب؟ لا حاساك بتتريق عليا بس مش اكتر. ليه وانت ضحوكه؟ اهو. ندى اهدي شويه يا ندى. هم قعدتهم هناك كده يا هو اخويا. هتلاقي شيشه بالمره. يا حاج انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك ان هم لسه الجو ده جديد عليها ومش واخده على الجو ده، فسيبها بس براحتها. سيبكوا بقى من النكد بقى وخلينا نتكلم في المفيد. ايوه خلينا قول. في المفيد. قولي لي بقى يا مرات ابني يا غالي، انت يا حبيبتي بتحبي اكل ايه؟ اعمل لك محشي وبط ورز معمر كده؟ لا ايه ده يا طنط؟ إيه؟ لا طبعا انا بعمل دايت، يعني دايت؟ ممكن ايه بتعملي ايه؟ دايت. ده اكله؟ رجيم يا امي عشان بس تخس شويه وعايزه تخس شويه، فاكلها معين وحاجات معينه كده بتاكلها. تخس ايه؟ دي هي شكل السلعوه لوحديها. مش هعمل لك حاجه حاجة. بالسمنه البلدي، انا هعمل لك بزيت ذره خفيف. بلاش السمنه البلدي عليكي ولا بالليه والحاجات الحلوه بتاعتنا دي. ايه ليا؟ الليه دي لما بنذبح الخروف بتطلع منها زي الدهنه كده. يا دي طنط عارفه الاولانيه ما تعرف الثانيه، كانت مصيبه في منظرك. يا عليا. جماعه خلاص بقى كفايه كده. يا طنط بصي انا ممكن بس اكل سوتيه مين؟ سوتيه المهم وتشيكن مشوي طب انا هقوم مثلاً. اعمل مكالمه وراجع لكم ماشي؟ انا جالي الضغط بجد. في ايه سوتيه ده؟ وانت؟ برسيم يعني ولا ايه؟ سوتيه يعني ده نوع من انواع الاكل، مش مهم دلوقتي. المهم ان احنا نحاول نهدي الدنيا عشان مش هنفضل كده يا اخوي. اقول لك على حاجه، انا هعمل نفسي اخلص واطرش واعمى احسن. لحد ما تبقى الحكايه تعدي على ايه. ولا يهمك، يلا قوم انت يا اخويا ريح جتتك شويه عما اقوم انا انقي الحشيشه اللي في الارض وان شاء الله خير. خديها علميها. طب انا قايمه. ومال. بص بقى يا مرات ابني يا غالي، انا فرحانه قوي 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 ان انت جيتي. انا بس مش عايزاكي تزعلي من عمك. هنا بيقولوا على ايه؟ على ابو جوزك عمك، مش معناها ان هو اخو ابوك يعني. هو يبقى عمك تمام. اوكي. احنا بقى عايزين ايه يا حبيبتي؟ طنشين. يعني مش تطنشين اللي هو يكلمك ما ترديش، لا طنشين اللي هو اما تسمعي منه حاجه تضايقك ولا كانك سمعتي حاجه. احنا واخدين على طبعي هنا، فهماني يما؟ ماشي بس أتمنى. بجد ما يتعصبش قدامي.
لا ما احنا مش هنمسك بق، هو راجل كبير وواخد على كده، وانا كمان واخده على كده. بس هو اجريسيف قوي بجد، وانا ما بحبش الطريقه دي. معلش حقك علي، انا هحاول افهمك. المهم قومي غيري هدومك وروحي لجوزك، وانا دلوقتي هعمل لك اكله. انا هفتح النت، هفتح النت اللي عندنا، ما احنا عندنا واي واي هنا. واي فاي. ايه؟ واي فاي. ايوه هو ده. هفتح النت على التليفون قبل ما يجي عمك، وهشوف الاكله اللي انت عايزاها واعملها لك. اوكي ماشي يا ست العرايس، نورت مصر واللي في مصر كلها. يلا قومي يا حبيبتي، يلا. صلاة النبي صلاة النبي. بعدين بقى الوضع هيفضل كده ولا ايه؟ شكلنا مش هنكمل هنا اصلا باللي بيحصل ده. ندوشة. مامتك ست لطيفه قوي يا احمد. ما انا قلت لك ادي بس لنفسك فرصه تعرفيهم اكتر وتعاملي معاهم وانت هتحبيهم. بس باباك بجد صعبه قوي. ندى بس هحاول علشانك. لسه هقول لك، انا عايزك بقى كده تهدي وتبطلي اسلوبك اللي اتعاملتي بيه وطريقتك، وحاولي تأقلمي على الوضع عشان خاطر مهما كان دول اهلي. بس يا احمد انت زي ما انت قلت، يومين 3 لو ما استريحتش هنرجع. ماشي، بس بلاش تتعاملي معاهم بالاسلوب ده. حاضر، هحاول استحمل عصبيه باباك. يعني هو احنا خلاص اتعودنا عليه، واحنا ما حدش بيقدر يعرض ولا يتكلم معاه. خلاص ماشي يا احمد اللي انت شايفه. ماشي تمام. فلو كده يا ست حتى تجنبيه خالص، ما تتعامليش معاه كتير لحد ما تعرفي طبعه واسلوبه. خلاص اوكي مفيش مشكله. ايه ده؟ استنى التليفون بيرن. طيب انا هدخل اغير هدومي، مش عشان ألو. نتغدى. يا سلام. يا عم جيت، انت عرفت منين؟ طيب ماشي حبيبي، الله يسلمك. ايه نتقابل على طول كده؟ يا عم ماشي، يلا جاي لك اهو. سلام. على ما يجهزوا الاكل اروح اشوف سلامة واسلم عليه. سلامة، ابو حميد، عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه يا صاحبي. الله انا يسلمك. زعلان منك جدا على فكره. يا عم ليه بس؟ يعني اعرف ان انت رجعت وما تعديش عليا يا اخي. ايه يا اخي قله الاصل اللي فيك دي؟ انا ما كملت الساعتين 3 على فكره يا سلامة واصل، وزي ما انت عارف صاحبي المفروض اصلا يبقى انا اول واحد عارف ان انت راجع، مش عارف بالصدفه من بره. والله بقى انا ما كلمتش حد ولا قلت له، كنت عايز اعملها مفاجاه، تلاقي بس حد شافني ولا حاجه. يا عم عموما الف حمد لله على السلامه وحصل خير. الله يسلمك. مش هزعل منك طب تعالى، المرة دي. انت هتقعد بره، تعالى. لا مفيش داعي، والدك جوه وانا مش عايزه يشوفني ولا عايز احتك بيه دلوقتي. ليه؟ خير؟ في حاجه ولا ايه؟ بصراحه كده يا احمد انا مش بس جاي ان انا اطمن واسلم عليك، انا جاي عشان عايزك في موضوع حساس شويه بس موضوع مهم. محتاج فلوس ولا حاجه؟ يا عم فلوسي الحمد لله خير ربنا كتير. طب امال ايه؟ طيب بص يا احمد، انا ليا ناس صحابي كتير جدا عندهم مكاتب يعني جواز وكده وبيدوروا الناس. لو انت مثلا عايز تتجوز فبيشوفوا لك واحده مناسبه والكلام ده. فاهم انا الحوارات دي. بص لا مش حوارات ولا حاجه يا عم كترت اول المكاتب دي والناس اللي بتعمل كده. بالصدفه بقى يا احمد. انا لقيت ابوك خارج من مكتب من المكاتب دي. ايه؟ لما دخلت سالت وعرفت كده بالحب يعني ان هو بيدور على عروسه، والمشكله مش هنا، ده كمان شايف بنت صغيره وانا خايف البنت تدخل تضحك عليه تقلبه. هو ابويا انا اللي بيدور على عروسه؟ يا احمد ابوك. السلام، انت متاكد من الكلام اللي بتقوله ده؟ يا اخي 100%، وسايب بطاقته هناك ورقم تليفونه والتواصل وكل حاجه، ده حتى حطت صورته وهو صغير مش صورته بنفس السن اللي هو فيه دلوقتي. ازاي؟ انا بصراحه كده يا احمد انا جاي لك بجد عشان يعني انصحك، خصوصا لما يعني رجعت كده ذكريات زمان. انا عارف ان امك ست كويسه، ده انا ياما كنت باكل من ايديها يا راجل. هي امك دلوقتي مقصره معايا في حاجه اصلا؟ ما فيش اي حاجه يا سلامه، بس انت عارف دماغه كل شويه براي وكل شويه بكلمه، وانت عارف دماغه متقلبه خالص. المهم بص، اللي انا اقدر اخدمك فيه ان انا اخلي اصحاب المكتب دول ايه يعطلوا الدنيا. يا عم انا لسه جايلك في الكلام، انت تعرف اصحاب المكتب دول؟ عادي يا احمد، كل المصالح بتتصالح. تكلمهم وعادي لو هتراضيهم باي حاجه وتخليهم يقفل الموضوع ده نهائي، وكل ما يكلمهم لسه ما فيش حاجه مناسبه، لسه لحد ما يخلع منه خالص. انا عامل كده بالفعل وهعمل كده اكتر كمان، بس برضه عشان تشد حيلك برضه معاه عشان ما يروحش مكتب تاني وتالت او يروح يتجوز واحده من غير ما نعرف اصلا هي تبع مين. ده انا حلو ان انا رجعت في الوقت المناسب. تمام يا سلام. ماشي انا هتصرف. سلام. سلام يا صاحبي. هو ايه اللي بيعمله ده؟ هو انا اسف يعني هيخيب على كبر؟ لا ما ينفعش، ده كفايه اللي بيعمله في امي.
بيبهدلها ويهينها وجاي عليها وشايلها في مصلحة الأرض، وفي الآخر يروح يعمل كده. أنا نفسي مش هسمح، وعايز يخلي الناس تاكل وشنا. اما اروح بقى اتفرج على الارض واشوف الاجواء المصريه بقى والجو ده. انا يا اخويا تعبت من بصراحه لم الحشيشه والحاجه. انا همشي انا اخلص باقي الاكل. ما هو انا ايدي بايدك اهو. هو انت اجدع مني ولا احسن مني؟ غوري بقى في 60 دقيقه بقى. ايه القرف ده؟ ايه ده يا عمو؟ ده اللي انت ازاي تتعامل معاها كده؟ قومي. اهدي بس يا بنت. يا ما انا اسفه. ايدك. اتكسرت يا اختي. لا يا اخويا ما اتكسرتش. اعملي لي كنبات. اهي. ايه يا عمو اللي انت بتعمله دوت؟ هو في حد بيعمل مراته كده؟ عشان ننبه عليكي وجوزك نبه عليكي، ما تتدخليش في شؤوني وترد عليا وتكلميني بالطريقه دي. لا اتدخل طول ما انت بتعمل حاجه غلط، وما ينفعش ان انت تعملها كده. صلي على النبي. انت مالك؟ انت جايه لنا من امريكا تعدلي علينا؟ ما هو يا انت عمو هتغير الكون. مش هغير الكون يا عمو، بس حضرتك ما فيش حد بيعامل مراته كده. اديني من قلب بنت، اديني والنبي. لا يا اخويا هي مش قصدها. هي لا قصدي يا طنط، قصدي ما ينفعش تسكتي. سوري. ما ينفعش ان انت تسكتي لو حد عاملك كده يا طنط. انت ازاي بتسكتي على نفسك كده؟ المفروض تعمل ايه؟ يا اخويا على الاقل خالص تاخد حقها من حضرتك يا عمو. يعني زهقاني؟ لا يعني انت جايه تخربي على مرات ابنك، جايه تخربي عليك، عايزاكي تطلقي. لا يا اخويا ابدا ودي تيجي. هي بس اتخضت. هي اتخضت يا اخويا، ما تقلقش صدقني. يلا عشان خاطر يا طنط روحي. انت بجد طيبه قوي. ايه ده؟ هو في حد بيسكت في الزمن ده؟ معلش انت عايز تعمل ايه بقى؟ اهدى يا حاج. قدام انت وهي. طب اهدى يا حاج. غوري يا بنت. يلا يا حبيبتي. يلا يا بنتي. بنت عامله لي زي الغوريلا، بتبصلي ازاي؟ خلاص يا اخوي. انا هروح الفها بحته فتله وشويه زيت وحصل خير يا اخوي. ولا ما تلفاش لك تضرب ويقطعها لك. يلا امشي. حاضر. ده اتوبيس النهر يا اخي. ايه ده؟ يا حبيبتي طنط انت كويسه؟ ايديكي كويسه؟ ما تقلقيش. ده جزعه بسيطه. لا لازم ناخدك على المستشفى. يلا ان شاء الله يا رب تفرحي وتنبسطي. مستشفى ايه؟ ملهاش اي لازمه. ده انا الفها بس ايه بحته خيط كده من الفرو بتاع الخروف، واحط عليها شويه زيت، وفضل ونعمه من عند ربنا هتبقى زي الفل. خروف ايه يا طنط؟ هو انت ازاي بتتعايشي كده؟ اسمه فرو. احنا عايشين كده على البركه، سيبها لله يا حبيبتي. المداوي هو الله، الطبيب هو ربنا. ونعمة بالله. ماشي، بس ايديكي ما ينفعش اللي انت بتقوليه دوت. خروف وحاجات من دي. لا طبعا دي حلوه ما فيهاش حاجه. يلا بس يلا تعالي بس انت كده. طنط ازاي ساكته على نفسك كل دوت يا طنط؟ معلش احنا طبعنا هنا كده، وبعدين هو الراجل كبير وعصبي شويتين. لا يا طنط لازم يغير اسلوبه. وبعدين ازاي يكسر لك ايدك وساكته انت كل دوت ليه؟ ما اتكسرتش ولا حاجه. ده هي لوحه بس بسيطه، انت بس اللي سفيفه كده ورقيقه كده وحلوه. يلا يا حبيبتي تعالي يلا. احمد. ايه يا ندى، في ايه مالكم؟ باباك يا احمد زق مامتك وكسر لها ايديها. ايه يا حبيبي لا بقول لها تعالي اخدك على المستشفى، مش عايزه. يا امي يا بنتي. ازاي وحصل ليه ما ناديتيش عليا من بدري؟ يا حبيبي ما فيش حاجه، انت عارف الجزعه كده هلفها على طول بالصوت. يا احمد دي مش مستحمله ان حد يلمسها. لا يبقى احنا لازم نروح للدكتور. يلا يا امي. ولا دكتور ولا حاجه، ما انت عارف طبعنا هنا. هاتلنا شويه زيت يا حبيبي ولفها بالصفه وتبقى زي الفل. الفل. ايه اللي انت بتقوليه دوت؟ ما ينفعش، لازم تروحي للدكتور ويجبسها لك. نعمل اشعه ونطمن ونشوف ايه الحكايه. يا احمد ابوك هيبهدلني عشان خاطري يا حبيبي. اسكت يا احمد، خلاص هعديها الدنيا عادي. ندى خد امه وتروح انت تدخلي جوه. مش هو في الارض؟ ايوه يا حبيبي. طب خد امه وادخلي جوه، خليكي معاها. ماشي. مالك يا احمد؟ مفيش يا ام، روحوا ادخلوا انتوا. تعالي يا طنط. هو فيه ايه؟ احمد شكله كده مخنوق. ما اكيد يا طنط هو شايفك بايديكي ديت وعايزاه يبقى فرحان ازاي يعني؟ ما كنتش تقولي له يا بنت الله يهديكي. يا طنط وانت ازاي ساكته على اللي انت بيحصل فيكي دوت؟ عمو ده لازم يتعاقب بجد. انا لو كنت بايديا كنت حبسته. ده انا اللي هتخنق منك دلوقتي وهحبسك جوه في الدار. ادخلي قدامي. يا حاج بعد اذنك بس ممكن تيجي ثواني عايزك.
انا اللي اطلع لك؟ انت اتهبلت بحالك؟ يعني يا حاج هنزل في الطين اللي انت فيه ده يا حاج بقول لك. لا مؤاخذه، ده دلوقتي ماما، انا اطلع لك يا حبيبي واديك قلمين. نعم يا سيدي، نعم يا سيدي امك جاي سخن عليا. خلاص ما هو اديتك الرضعه. لا من اللي انت بتعمله. اقول لك انا من الاخر، انا زعيت امك وايديها اتكسرت. طب هو ده ينفع؟ ينفع. هي واحده شالتك العمر ده كله ومعاك وتحت طوعك وحاضر ونعم وزعيق واهانه. أيوة. وبرضه ما بتزعلكش، والارض ايدها قبل ايدك فيها. يبقى ليه بتعمل ده جزاتها؟ اقول لك انا بقى مخنوق منها دي. امم كبرت وخرفت. اجي اتكلم في زفت التليفون اللي انت جايبه لي من بره ده، الموبايل ده ولا اسمه ايه؟ تسحب زي النعامه وتعمل لي ودنها كده زي الجاسوس. ينفع اتكلم؟ ولا انت شكلك اتغيرت بيه؟ ما انت طول عمرك بتاخدي على دماغي. يعني انت بقى لما كبرت وبقت صحتها على قدها هتتخلى عنها؟ مش هتخلى عنها يعني ولا حاجه، بس خليها تعقل شويه زي ما بتيجي تكلمني كده. عشان كده رحت مكتب للوسطة دول اللي بيشوفوا عرسان وعرايس للناس وبيجوزوهم، صح؟ انت بتتجسس عليا ولا؟ لا مش بتجسس عليك. امال ايه اللي حصل؟ بس عرفت منين الموضوع ده؟ وصل لي من الناس حبايبي ان انت رحت المكتب وسبت بياناتك وبطاقتك عشان خاطر يشوفوا لك عروسه. وهو ده ينفع؟ هو انت عايز تضحك الناس عليك في السن ده؟ ليه يعني يا اخويا؟ اهل البلد لما يعرفوا يقولوا عليك ايه؟ هيقولوا ايه؟ دي اثرت معاك هات في لي إيه؟ واحد في البلد مش متجوز 2 و3 و4، واللي مراته عارفه واللي مش عارفه واللي بيتجوزوا عرفي، وجات لحد عندنا وحرم. لا يا حاج، مش البلد كلها ماشيه بتفكيرك ولا بتعمل اللي انت بتعمله. معظمهم. طيب ملناش دعوه بغيرنا. هي مش الست دي استحملتك وشالتك؟ مش المفروض ترد لها الجميل ان انت تريحها وتبسطها؟ وانا اعمل لها ايه يعني؟ اجيب لها دبدوب في عيد الميلاد؟ انا مش هقول لك يا حاج غير انا اسف يعني. ايوه. يا ريت تعقل وتراجع نفسك في ما اللي بقيت بتعمله. انت وامك والسنيوره مراتك اللي جايبها لي من بره دي. على العموم انا هاخد امي دلوقتي واروح للدكتور، وزي ما قلت لك راجع نفسك. سيبك في منظرك انت امك. سيبيني اقوم اجيب شويه الزيت لا والصوفه. استني بس احمد يجي، استني. هي يا ستي انا هعمل ايه باحمد عشان خاطر يا ما أمي. يزعلش من ابوه؟ للدكتور. عامله ايه دلوقتي؟ انا زي الفل يا حبيبي. تعالى. ما انت عارف يا احمد الامور دي عادي، الواحد بيقع بيتخبط أحمد. عادي يا حبيبي. لازم نوديها للدكتور بجد. طب يلا يا امي، يلا خلينا نروح للدكتور. لا مش رايحه للدكتور، انا اقوم احضر العشاء لابوه. انا عايز اعرف. عشاء ايه يا طنط؟ عشاء ايه بس؟ انت ايه اللي انت بتفكري فيه ده؟ يا بنت شد عودك وشد عظمك. صدقيني بكره يا حبيبتي لما تبقي ام كده وتخلفي وربنا يكرمك هتشدي عودك وتبقي تعبانه وتقومي تستندي عشان تعملي لعيالك اكلهم. انا النهارده بقى فرحتي الدنيا كلها كده ما تسعهاش يعني يبقى عشان ابني ضربك. هنا. يا طنط يبقى ضربك وعامل فيكي كده وعايزه تقومي تحضري له عشاء؟ الامور دي سهل، وبعدين الحاج طيب وانا عارفه ان هو لا يستغنى عني ولا انا استغنى عنه. انت بتعملي كل ده بيحصل. ليه؟ كل ده ليه؟ ما انت عارف يا احمد ابوك ده اللي انا وعيت عليه من صغري يا حبيبي. انت عارف ان انا ماليش حد. عارفه اللي انت عماله تضحي عشانه وجايه على نفسك وصحتك. ايوه واللي انت ابوك. بتعمليه ده كله ايوه راح مكتب وكان عايز يتجوز عليكي وانا اللي وقفت الموضوع وكلمهم يشوفوا له عروسه. ايه يا احمد ده بجد؟ ايوه بجد. عروسة يا ولا. زي ما سمعتي. اه يعني بعد اللي بتعمليه ده كله عايز يتخلى عنك. لا يا حبيبي انت مش فاهم حاجه. العروسه دي كانت عشانك انت لان ما نعرفش ان لا يا امي، سايب بطاقته وبياناته هناك ومستنيهم يكلموه عشان يقولوا له انا لك العروسه اللي انت عايزها بالطلبات اللي انت عايزها. ما عشانك. لا يا امي مش عشاني. ناس حبايبي اللي وصلوني الكلام ده وواثقين ومتاكدين منه. خلاص يا احمد ما تقولهاش كده. لا عشان تفوق وتفهم. تفوق وتفهم اللي عماله تعمل كل ده عشانه. شوف هو بيعمل عشانها ايه ومش مقدرها. خلاص يا احمد بقى. عروسه اللي انت الايه؟ بتقوله ده عشان عايز يتجوز. عروسه الايه؟ خلاص زهق منك بعد اللي عملتيه عشانه ده كله. ده انا فنيت شبابي وحياتي كلها عشان خاطره واستحملت كل حاجه. شفتيه بعد ما عمل فيكي كده كل دوت وعايز يروح يتجوز عليكي كمان. اتجوز عليا؟ إيه انت بتكذب يا ولا؟
انت بتكذب، انت صعبان عليك امك اللي هي فيه، صح؟ وانا من امتى انا كنت بكدب عليكي؟ ولا حاجه زي كده هيبقى فيها كدب ليه؟ لا عشان بيعمل تعرفي يا كده. طنط ان انت ما ينفعش تضحي زياده عن كده. احمد كده طيب ليه؟ انت عملت ايه مع باباك بقى؟ ده انا التوم ما بيفرقش رجلي، وقفت موضوع الجواز ده ده. انا عايشه عمري كله مغروزه فيه، ده انا عمري كله فنيته. الارض اللي كبرتها والدار والعيشه والحياه، احمد ما كنتش قلت لها. لا ده انا مش عايزه حاجه من الدنيا غير لازم ان اتدفى يحصل. في وسطكم. يا احمد، يا احمد انت بتتكلم جد؟ انت يا حبيبي انت واثق من الكلام ده؟ هو مين اللي قالك يا ولد؟ مين اللي قال؟ سلامة يا ام. سلامة؟ سلامة اللي جو قال لي. اتاري سلامة كان بيجي هنا يسأل عليك لما انت ما كنتش ترد عليه على النت، ويقول لي احمد هيجي امتى، اصل انا عايزه. وهو اللي موقف الموضوع من زمان. ها خلاص يا طنط بقى، خلاص ما تزعليش. احمد انا طب- بجد لازم اتكلم مع عمو. خدي هنا. ندى. طب هو لو اتكلم، لو اتجوز، انا هروح فين؟ هيرميك. اروح فين؟ هتروحي فين يعني؟ هيرميكي. انا ماليش حد، انا ماليش مكان تاني يا احمد، ماليش حته تانية احمد. لا كفايه كده، كفايه لحد كده، كفايه انا بقى، انا مانيش هسكت. ايوه مش هسكت. طب يلا نروح للدكتور يا ام وبعد لا كده مش رايحه إحنا نعرف. للدكتور، يلا سيبوني، انا مش رايحه للدكتور. يا اوعى. أم، اسمعي يا ام، يا ام تبهتي. لا مش ههدى، كفايه لحد كده. ايه ده؟ في ايه؟ قوم، قوم على حيلك. ايدك ياض. اديني بتسنده قلت ليه؟ يا اختي. بتسنده ليه؟ ها؟ ما انا سندها العمر كله وشايلاه العمر كله، اخرتها ايه؟ عايز تتجوز عليا؟ تتجوز عليا يعني؟ لا، قصرت فيها ارض وشايله على دماغي دار وشايله الطين اكتر، انت ومستحمله اهانتك وضربك كل ده، والاخر تتجوز عليا يعني؟ عملت لك ايه؟ رد عليا يا ظالم. ما عملتش حاجه، انا رسيت راجل مفتري وقليل الاصل. انت فعلا مفتري وظالم، كفايه لحد كده، انا مش قاعدالك. انا بيني وبينك يعني زهقت وعايز اغير، عايز اشوف سنيوره كده صغيره. يا حاج كده يا حاج ما ينفعش. اهدى كده واهدى يا امي. هو ايه اللي حضرتك بتقوله دوت؟ اللي سمعتيه يعني وبتبهدلها معاك ليه لما انت عايز تشوف صنيوره صغيره وبعدين ما تشوف سنك؟ انت ماله ازاي؟ تاني؟ انت ازاي هو كده؟ حضرتك مش شايف نفسك ان انت كبير؟ ازاي كده؟ لا انا لسه صغير، مفيش دعوه انت. على انت فكرة- صغير في عقلك، ما انت صغير في سنك. حرام عليك اللي انت عملته فيا ده كله، اتقي الله في دينك. ده وتامني بالله ببقى منشكح قوي وانت متنرفزه ومتعفرطه زي ما بتعفرطيني. ايوه كل ده ليه؟ كل ده ليه بتعمل فيا كده ليه؟ طيب درجة شيطان ممكن طيب كده بس. انا بس عايزه اقول لك على حاجه يا عمو، بما نعم. انك مقرر ان انت تتجوز. خلاص قررت. طيب اتجوز عادي وخد راحتك وخد المكان كله، الست دي اسمعي هتسافر بس، معايا. استني قبل ما تكلمي كلامك عشان ما بفهمكيش كلام. انا هتجوز وبعدين؟ وانت يا ست الكل مش عاجبك يعني ايه؟ يعني بقى زي ما سمعتي كده، وهتجوز عيله صغننه كده تدلعني ودلع. انا مش راضيه. مع انك مرضيتي، انا راضي، انا عايز كده. على فكره لو مش عاجبك اتكلي على الله، ارض الله واسعه، اترمي في الشارع، اروح فين؟ اقعدي في اي خرابه، اقعدي تحت الكوبري شمي كل مع الناس. انا زهقت منك. انت عارف ان ما انا انا بتكلم كده بكل ثقه لاني عارف ان انت حته بتاع كده مقطوعه من شجره، لا ليك اهل ولا ليك حد ولا ليك نسب، وابنك بكره ياخد مراته ويغور في 60 داهيه من هنا. لا ما انا مش هغور لوحدي أمال وهاخدها معايا وهتسافر معايا. بصراحه ايوه تبقى الهانم سخنتك. عارف عايز تاخدها معاك ليه؟ عشان السنيوره الحلوه دي شغاله عندها خدام. لا انا منتج على الراس وكفايه بقى لحد كده ومش هسمح لك. واتجوز بقى براحتك، واحده اتنين تلاته لحد ما يضحكوا عليك وارضك تروح منك وتضحك الناس عليك. أو لو راحت الارض عندي برضه اللي يكفيني، لو راحت فلوسي برضه عندي اللي يكفيني. بس انا زهقت منك، اقعدي عيطي وانا ده انا بقوم من النوم الصبح الاقيها بتقوق تخش المطبخ. ما هو اللي انت بتعمله. نفسي مره اشوفها كده. طب
اعملي في حاجه اسمها رجيم، خسي شويه اللي انت بتعمله دلعي نفسك شويه. كفاية أهانة. اللي هي حملها لي زي القرد. كفايه اهانه بقى وذل، حرام عليك. ما هو كل اللي هي فيه ده بسببك، انت اللي وصلتها لكده. بقول لك إيه، عايز تاخدها وتمشي بالسلامه والقلب دايما. ما انا فعلا اخدها. بس خد بالك اوعى في يوم من الايام تيجي تفكر انك ربع قربت هنا ولا قرشين في البنك. انا احرمك من الميراث خالص. وانا مش انت بتتحداني يا حيوان. لو انا مش لازمني اي طب يلا غرب 60 دقيقه كلها مننا. يلا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا امي البني ادم ده ما بيحسش. مش خسارة مسامحك الكلام يا معاه. ناجي، مش امشي. مسامحك. يلا يلا يا ندى. بقول لك يا ام، احنا لازم دلوقتي ناخدك ونروح للدكتور، وبعد كده هنقطع التذاكر وهناخدها يا ندى ونسافر. بس قبل ما نسافر عايزك تشتري لها شويه لبس كده وشويه حاجات. مين قال لك ان انا همشي؟ انا مش همشي، مش هسيب داري ولا هسيب بلدي هو مش هيسيبك ولا قاعده هسيب فيه ناس. اصلا، مش هيسيبك قاعده فيه. يا طنط وناسك مين؟ يا طنط خلاص دوت عمه دوت يعني قرر وخد قراره بنفسه. لا مفيش قرارات. هيرميكي صدقيني بره. بكرة خلينا ربنا يا طنط يهديه. ناخدك معانا. لا بكره ربنا يهديه. انا مش عايش في بلد غريبه وموت في بلد غريب. انا هنا في اهلي وناسي وداري، مش هسيب داري لحد غريب. يا أم. واحده غريبه تيجي تاخد كل شقايه وتعبي. لا وهو ما عندوش رحمه ومش هيرحمك، وانا مش هطمن ان انا اسيبك ليه بعد بصي ثانيه واحده بعد كده. فعشان خاطري اسمعي كلامي وسيبيه يشبع بكل حاجه. بكره ربنا يهديه عشان خاطري يا احمد. لا انا عايز هو يحس بقيمتك، لا. يحس بقيمتنا حواليه. ما ينفعش اسيبه. ابوك كبر، ابوك كبر يا حبيبي، وابوك تعبان اصلا. ده أنا المفروض ان انا اروح اجيب له الدواء عشان خاطري، بقول لك عشان يا أم، خاطري. يلا بس نشوفك الاول كده. تعرفي نروح يا طنط للدكتور. لو تسمحي لي بس والله العظيم كنت اشتكيته. لا شكيت ايه؟ عيب، عيب يا بنتي. امشي. ما ينفعش، امشي يا ندى. ده الكبير بتاعنا يا حبيبتي. طب يلا عشان نروح للدكتور. امشي يا طب ندى. يلا. يلا يا احمد يلا هروح للدكتور الاول يا ام. في ايه؟ هنطمن عليكي كمان نفسك وصحتك. امشي امشي يا ندى. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. والبيت هست كده ليه؟ وفاء، انت يا ست، انت اللي اسمك وفاء يا احمد. ما بعرفش اقرا اسمها ولا انطق اسمها البت مراته دي. يا احمد. الله، هو ايه؟ حوالي السواح. لا تكون ركبت دماغها والعيال ضحكوا عليها وخدوها ومشوا بصحيح. الله، طب العلاج بتاعك فيه؟ ده انا حتى ما بعرفش انهي علاج اللي باخده الصبح ولا الظهر. لا لا لا، ودي لو مشيت كده وسابت الدنيا كده فاضيه عليا يا خبر اسود. لا 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 لا، انا هقعد لوحدي كده في البيت زي قرد قطعه؟ لا 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 يمكن، مش ممكن. ولا اسيبها تمشي ازاي وتسيبني ازاي؟ هي خدت كلامي بجد ولا ايه؟ ما هو بقى عارفه ان انا طول عمري بحبها وبقس عليها من غلبي وبعد ابن عني، وبعدين انا حياتي معاها بقت كده ما ينفعش. حابب ان انا اقعد ازعق واحس بكياني. لا، تمشي ازاي؟ مين اللي يجيب لي علاجي ومين اللي يطبخ لي ومين اللي يعمل لي حاجتي ومين اللي يحضر لي الحمام؟ انا قسيت عليها بغباوه وبقله ادب. وايه اللي انا قلته لها ده؟ ازاي ان انا اقول لها انت مالكيش اهل؟ يعني بعايرها. ده انا كده غلبت الحريم في كلامهم ومعايرتهم لبعض. بقى حبيبتي اللي شالتني طول عمرها وربيت ابني وخليته راجل، وكنت كل ما اقع هي اللي تقومني وهي اللي تقف جنبي وهي اللي بظهري. قوم انا استغنى عنها بالسهوله دي واتجوز؟ انا عايز اتجوز؟ انا اتجننت ولا ايه؟ ويوم ما اتجوز هتجوز عيله تضحك عليا وتاخد فلوسي؟ طب دي مستحملاني بغلبي وبقرفي وبقله ادبي
وبكل حاجه وحشه بعملها معاه، وفي الاخر انا اطلع لي الاصل. لا يمكن انا اروح ادور عليها واجيبها من تحت الارض. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ دي لسه ما سافرتش والدنيا ضلمت. الدنيا ضلمت. فين وفاء اللي كانت بتنور البيت وتنور الدنيا وعامله لنا حس؟ واقعد ازعق واصرخ وتستحملني وتضحك شويه وتزعق شويه. انا هقعد في الهو ده كله لوحدي؟ ده انا يجيلي جنان. والله يا وفاء لو حتى رحت فين والله ما هسيبك وهجيبك. ويا ست ابوس دماغك ورجلك واصالحك واخليكي احسن واحده في الدنيا. الله، اكيد اللي انا عملته فيها ده مفيش بني ادم يستحمله ولا اي حد. ايه الجبروت اللي انا فيه ده؟ لا، وفاء لازم ترجع. انا اقول لها اتجوز واشغلك خدامه؟ لا، ده انت هتيجي يا وفاء وهجيب لك بدل الخدامه 10 ومش هخليكي تلمسي الارض ولا الفاس ولا اي حاجه، وهشيلك يا وفاء على راسي. هشيلك يا وفاء على راسي. يلا يا امي، الحمد لله ان اطمنا وان هو جزع بسيط وان شاء الله. رايحين فين؟ يا حاج سيبنا بقى ايه نشوف سكتنا، احنا هندخل نلم حاجتنا لا وهنريحك مننا. لا ده انا اللي اريحكم خالص، مش انت. كنت عايزاني اعملها كويس؟ ايوه. انا ابوس دماغها دلوقتي وقدامك انت بالذات. انت انا بتقول ما يا حاج؟ اقدرش استغنى عن امك يا حبيبي. انت ممكن تستغنى عن مراتك وعن الدنيا كلها. إيه لا، لا انا مرضاش عنك. مش عايز انت أزعلك. هتتجوز. لا والله ما هتجوز. اتجوز واحده عايز تضحك عليا؟ تاخد عمري كله اللي انا اديتهولك ليها هي؟ يا حاج يعني انت بجد؟ هو شفتي بيحبك قد ايه؟ بس انا بقالي كتير قوي ما بصيتش في وش امك وهي بتضحك كده. ما تكسفنيش بقى يا حاج. لا والله انت ايه، خد البتاع ده وامشي. طب تعالى تعالى اقف يا يلا يا عم، تعالى يلا امشي يا بيت، خلاص ماشي يا عم. امشي. كانت كده تعالي، انت وحشتيني. لا، انا مش هكلمك. لا انا بقى اكلمك. انت بعد الاهانه دي كلها عايزنا اضحك لك يا اخويا؟ الشيطان لعب في دماغي والواد اللي اسمه سلامه ده وقعد يضحك عليا ويقول لي هجيب لك وهجيب لك. باين عليك كان عايز تنصر مني. انت بتفتري على الولد ده، صاحب ابنك. ماليش دعوه ولا بيه ولا بابنك ولا مرات ابنك ولا احنا لينا بيتنا ودنيتنا وحياتنا. استغنى عنهم كده في لحظه عشان زعلتك. ما انا قلت انا مش همشي. انت اللي قعدت تعايرني ان انا ماليش اهل. انا اهلك. ما انا كنت بقول كده. وانا يعني اللي ليا اهل؟ ما ردتيش عليا ليه؟ قلت لي فين اهلك؟ ما انت عارف ان انا ما بحبش اعيب فيك ولا اغلط فيك باي كلمه، بس لا انت لا بقى لا. زودتها. انت بقى بتشوفيني عقلك بتلحس ما بتعرفيش تردي، صح يا وفاء؟ انت عارف ان انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك، ولا انا. بس كله الا انك تتجوز عليا. انت هتتحولي تاني؟ ايوه لازم لا اتحول. مش هتجوز والله. واحده تاخد شقايه وتعبي وعمري كله في الارض؟ لا ازاي؟ ده المصيبه الاكبر اللي لو كنت اتجوزتها ما كنتش هشوفك انت. كنت انام ازاي؟ اقوم من النوم ما الاقيش وفاء واقعد ازعلها. بس انا مش هزعق تاني. بجد؟ اه والله. تعيش يا اخوي. يلا يلا روح بقى. ماشي يا انت اخويا. كنت رايحه كده هربانه على امريكا؟ ده انا اولع فيكي. يلا. يلا.